السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة راح نعمل نوع كده من المعجنات، ان شاء الله يعجبكم، واشكال جميلة هنعملوها مع بعض ونتعلموها. بس اول شيء هنبدأ نقول المقادير مع بعض، وهنتعلموا كل شكل عملناه ازاي واحدة واحدة كده، وان شاء الله هتجربوه هيبقى تمام معاكم. اول حاجة هنبدأ بيها، معانا كيلو دقيق، معلقتين حليب بودر اهو. معنا يعني الدقيق حسب النوع اللي انت حباه، بس اهم حاجة يكون مخبوزات. ومعنا كوباية لبن، معلقتين سكر، معلقتين كبار زبدة طرية، وملح، ومعلقة خميرة. خميرة يعني اللي انتوا حابينها، خميرة بيرة، خميرة فورية، اي حاجة، المهم معلقة كبيرة اهو. هنبدأ، وممكن تستغني عن كوباية الحليب وتخليها بالمية. يعني احنا معانا طبعا حليب بودر، هنحط كوباية الحليب ومعلقتين السكر والمعلقة الكبيرة الخميرة الفورية. اهم حاجة نحطهم مع بعض وندوب الخميرة الفورية في الحليب والسكر. طبعا السكر عارفينه هينشط الخميرة اهو، زي ما انتوا شايفين. لازم ندوب شوية كده، طبعا حتى لو ما دوبناهاش، لان دي خميرة فورية في العجن كده راح تدوب وحديها. بس اهو اول حاجة هننشطها اهو. هزود كمان شوية مية، عشان طبعا كوباية دقيق، كوباية الحليب مش راح تعجن معانا كيلو الدقيق كله يعني. هحط رشة الملح، وبعدين هنزل بكيلو الدقيق. طبعا مش راح انزل بيه كله مرة واحدة، هخلي يعني شوية كده، عشان يعني اشكل بيهم انا بفرد واشكل المعجنات بتاعته. هحط معلقتين الكبار حليب البودر اهو. لو حابة تستغني عن الحليب البودر، لو في حالة انك هتعجني بلبن سائل، لما هتعجني، لو مش راح تعجني بلبن سائل هتحطي اللبن البودر اهو. زي ما انتوا شايفين اديني يعني عملت الدقيق كله، ما بينش ليه اثر. هنزل دلوقتي بايه؟ هنزل بالزبدة. لازم تنزلي بالزبدة في المرحلة دي، وزي ما انتوا شايفين هي الزبدة عاملة زي الكريمي سايحة. ما ينفعش تحطيها حتت كده مطلعاها من التلاجة، مش رح تتفرد في العجينة خالص، هتبقى حتة واحدة قاعدة. الله دلوقتي زي ما انتوا شايفينها عاملة زي الكريمة، هتشربها كلها العجينة. طبعا انتوا شايفين ايدي هايصة هيا والبولة، دقيقة واحدة من تاخد وتدي وتلت في العجينة هتلقي ايدي نضفت والبولة كمان نضفت. افضل طريقة دي تحطي في المرحلة دي الزبدة، افضل دي طريقة انك تحطي في المرحلة دي الزبدة، ما تحطيهاش مع الدقيق اهو. زي ما انتوا شايفين اهو، ايدي ما غسلتهاش ولا اي حاجة والله، غير على كده اهو من كتر العجين نضفت اهي البولة، وايدي نضفت كمان. فهو لازم يتملك كده وتاخد وتدي في العجينة، تخدميها كويس علشان تنشط الجلوتينة بتاعة العجين، ويديك عيش هاش وجميل ان شاء الله ومرتفع، زي ما هتشوفيه في الافران. وان شاء الله هتعجبكم العجينة دي بجميع الاستخدامات، تستخدميها في كل انواع المعجنات، البيتزا، في اي حاجة، فطاير. ان شاء الله عجينة يعني بتاعت كله. ان شاء الله عجينة هتستغنيك عن اي حاجة حلو حادق هتعملي بالمكونات. العجينة دي جميلة جدا اهو. شايفين سطحها هو مالس ازاي وعتلمع معانا اهو، ما فيهاش تكتلات ولا اي حاجة. وهتفرديها اهو عاملة زي اللبان، هتفرد معاك. دي بيدل على انها العجينة مخدومة كويس. طبعا هلمها شوية كمان واسويها، وهحطها في البولة كمان بتاعتها. هترتاح على الاقل حاجة ساعة ونص، على الاقل ساعة ونص، او حسب ما هتلقيها ارتفعت اهو. طبعا هنغطيها بورق استرتش، علشان ده بيسرع في التخمير معاك. وهو بعد ما خمرت العجينة اهو ارتفعت اهو، زي ما انتوا شايفين. شوفوا علين الهوا بتاعها اهو. هاخد طبعا قطعة واحدة من العجينة اللي هنشكل الشكل الاول
طبعا احنا اهو معانا في الطبق اهو فلفل اسود، اهو حبوب فلفل اسود دي، ده طبعا عايزينها عشان نشكل بيها العيون بتاع الحمام اللي رايح نعمله، او العصفور او اليمامة او اللي انت هتسميه. اول حاجة هناخد قطعة كده كبيرة معانا، وهنلويها مع بعضها، وهنبرمها الرول كده على سطح الترابيزة، على سطح الرخام، اي سطح متساوي معاكي هتفرد عليه. اهو هنعمله رول متساوي. اهم حاجة تسويه كله ما يبقاش حتة عالية حتة واطية حتة تخينة حتة رفيعة، لازم تسويه كله علشان تديك شكل جميل. اهو قسمتها بالنص، وطبعا اهو الشكل واقع، اهو الشكل والمقاس لازم يبقى قد بعضه. هرش شف الطحين كده شوية طحين علشان ما يلصقش معانا. وهنبدأ نطوي واحدة ونطوي واحدة كمان. اهو شايفين عملتهم ازاي، زي حلقتين كده اهو، شايفين. هنيجي من الطرف هناخده اهو نشده لفوق، والتانية كمان دي اهو زي ما انتوا شايفين معايا. دي هنعملهم الرصان، دي رصان الحمام. طبعا الديول دي هنسويها اهو بالسكين معانا. شوفوا ازاي دلوقتي هنساوي نديها شكل راس الحمام ونعملها بوق يعني منقار. حسيت العجينة كبيرة معاكي وهتبقى راس كبيرة ولسه كمان منها تخمر هتتنفش معانا، هناخد نقطع كده حتة جزء منها بالسكين وتشكلي تعملي لها منقار اهو. وهنشكلها دلوقتي، هنحط لها عيون من حبات الفلفل الاسود، او من معاكي عود قرنفل هيبقى احسن كده، هتغذي الوحدة في العين، هتحسيها احسن وهتثبت كمان. ممكن ده انتوا بعد ما يخمر ويفيش كده هتلقيهم طار والحبات هتحطيهم تاني. اهو شايفين الشكل، شكلها جميل جدا حسب ما انتوا عايزين. طبعا عايزين حجم كبير يعني تخن العجينة معاك وتبرميها، هتبقى تخينة شوية. حباها تبقى رفيعة الحمامات صغيرين، هتصغر انت الحبل اللي بتبرمي فيه. وهو الواو التانية برضو هحط لها العيون زي ما حطينا في الأولانية كده وتظبطيه. أهم حاجة تظبط الشكل عشان هو الشكل ديت اللي هتخمر عليه وتدخل عليه الفرن اهو. طبعا معانا شوكة هنحطها في شوية طحين عشان ما يلسقش اهو. ورايحين نعمل الديل، نبصم الشوكة كده في الديل عشان يدينا شكل الديل كده. شايفين شكل الجميل اهو، شكلها جميل والاطفال هتحبها جدا. والعجينة كمان طريقتها ناجحة. شايفين اهو الشكل، عملت يعني كام واحدة اهو. المهم انا فهمتكم ووريتكم الفكرة بتتعمل ازاي اهو. في واحدة هو علين واحدة هدي، دي براس وحديها. راح اعملكم الشكل دي دلوقتي. احنا عملت 4 اهو بالشكل اللي فيها راس وحدي. اسهل حاجة اسهل، هم كلهم والله الاشكال. شوفوا برمنا واحدة هتاخديها على صبعتك كده وتطلعيه كأنك هتعملي عقدة كده، كأنك هتعملي ايه عقدة، هتعقدي كأنك خياط، كأنك هتعقدي خياط اهو. بقت هي راس واحدة، دي بقت عصفورة واحدة اهو. دلوقتي هنسوي الديل مع بعض. اهم حاجة نظبط الشكل عشان هو اللي هتدخل عليه الفرن وهتخمر عليها. رغم انها منها تخمر مش هينفع تظبطي فيها حاجة خالص اهو. الديل كمان بصمناه بالشوكة، وهذا هو الشكل. وان شاء الله الشكل يعجبكم، وانت عاد بدع انت واطفالك والاشكال اللي انت حباها هتعمليه. دلوقتي رايحين نعمل مع بعض الشكل التالت طبعا. عملنا الشكل التنين، شوفوا دي هنعمل الارنب.
طبعا معاك اي خلة كبيرة كده اللي انا عبرم عليها دي اصبع الكفتة اهو. شايفين عملت ازاي؟ طريقتهم سهلة جدا والله. انت هتحسيها صعبة، بس اول ما هتبص على الطريقة ازاي هتعملي احسن من كده ان شاء الله. اول حاجة هتظبطيها، وبعد كده هتشد الخلة كده وتمسكيها من ورا، تقفليهم مع بعض الاتنين دول اهو. زي ما انت شايفة الاتنين دول تقفليهم اهم حاجة من ورا عشان يظبط لك الشكل. ورايحين نبدأ في ودان الارنب، نظبطهم بالسكين اهو. لازم نظبط الشكل. وهنبدأ دلوقتي نحط العيون والبق، نغرزهم كويس عشان منها يخمر ما يطلعوش معانا اهو. ندي الشكل كده اهو. زي ما انتوا شايفين هنشقه كده الودان على شكل ودان الارنب كده معانا اهو. حاجات المعجنات دي تطلع منها اشكال جميلة جدا، يعني حسب ما انت يعني في اشكال كمان كتيرة جدا معايا. بس انا يعني هعملكم كل شوية هعمل لكم الفيديو ان شاء الله، علشان ما الفيديو ما يطولش اكتر من اللازم اهو. طبعا انا حاطه ورق زبدة على الصجان. هنعمل الشكل الاخير دلوقتي، دي شكل السمكات. هنعمل شكل سمك صغير. دي اشكال جميلة والله وسهلة خالص. هنبدأ اول حاجة هنحط حتة عجينة كده كأنك هتعمل رغيف، هتبطيه شوية وهنقطعه على 4 مثلثات، على 4 مثلثات اهو. يعني كأنك عملت دايرة وهتقطعيها على 4 اجزاء اهو. بس لازم يكون الشكل مثلث اهو، زي ما انتوا شايفين كده مثلث. وهنيجي في المثلث في الطرف بتاعه هنقسمه حباية فلفل اهو اهو. دلوقتي رايحين نيجي نبصم بالشوكة اهو اهو. دي للسمكة اهو. اهم حاجة تاخدوا الفكرة. طبعا انا معايا خلتين اهو، هضم التنين كده على بعض. دي هيدينا ايه علشان نظبط شكل الديل السمكة ونبين الراس بتاعتها من الديل. طبعا هتحطهم في الدقيق يعني علشان ما يلصقش معاكي في العجينة. وطبعا دي سفيرة يعني الشانيمو بتاع العصير، شانيمو العصير. دي هننغز بيه جسم السمكة علشان يدينا القشر بتاع السمكة، او بمقص صغير بتاع مطبخ. مقص مطبخ اهم حاجة يكون نظيف وتعملي قشر السمكة بيه. اول حاجة دي انا غستها كده عشان على شكل العين ادخل فيه حبات الفلفل. ورايحة اجي من البوز بتاع الشانيمو ده، وشوفوا هعمل ازاي. وده هو شكل السمكة معانا. هقطع لها برضو من قدام، اعمل لها بوج اهو اهو. شكلها جميل. طبعا دي الخليط بتاع الدهان، دي خليط جميل جدا ولا متحس بزفارة ولا اي حاجة. طبعا ده معلقتين حليب سائل، وهننزل عليهم بمعلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان. دي هتستخدميه لجميع انواع المخبوزات ان شاء الله. هتدعيلي لانه ده مش بيديكي زفارة خالص في المخبوزات ولا اي حاجة. في ناس كتير بتقرف من الحاجة دي ان تحط تدهن البيض، صفار البيض في المخبوزات بيديها زفارة في الاخر ومش بيطاق، وهنستخسر المخبوزات اللي تعبنا فيه لانها هتبقى زفرة من صفارة البيض. حتى لو حطت لها فلفل، حطت لها فانيليا، برضو الزفارة بتاعة البيض هتبقى موجودة. واما لا، ده حليب مش بيديكي زفارة خالص. وهو بعد ما دهناه ودخلناها في الفرن اهو الشكل معانا اهو. شوف الاشكال اللي شكلناها مع بعض. ده هو شكل الارنب
وده هو شكل الحمامة لوحديه، ودي شكل السمك اهو، شكل السمك اللي عملناه. طبعا دي الكمية، في فضلت عجينة معايا في الاخر، فانا حبيت اشكلها اشكال مختلفة تاني. ديتي ما صورت عملتهمش قدامكم يعني قدام الكاميرا. شايفين الشكل بتاعه عامله ازاي؟ عاملة زي السفنجة اهو، كل ما تبط فيها بترتفع تاني. عجينة ناجحة جدا والله، جربوها. شايفين الهشاشان بتاعتها اهو، ومستوية كمان، وحمرة من فوق ومن تحت اهو، ودهنين وكأنك دهنها بيض برضو. بس ده هتاكليه ومش راح تحس بأي زفارة منه. والله رايحين تدعولي ان شاء الله. وان شاء الله لو عجبتكم وصفاته ما تنسوناش بكومنت حلو كده. ولو اول مرة تشوفوا القناة بتاعتنا تعملوا لنا اشتراك. ويا جماعة هقول كذا مرة، ولو عجبكم الفيديو تحطوش لايك، عشان كل فيديو انا اقول حطوا لايك حطوا لايك. فالدور دي مش هقولكم ايه ما تحطوش لايك، علشان اشوف رايحين تحطوا برضو ولا لا. وان شاء الله تعجبكم، والف هنا عليكم، وعيد شم نسيم خير ان شاء الله عليكم، والف سلامة في رعاية الله ان شاء الله. مع الف سلامة، وان شاء الله تجربوا الطريقة دي، طريقة ناجحة جدا جدا، وان شاء الله تجربوها بألف خير ان شاء الله عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.